أهلا بيكم في حلقة جديدة من اضطراب في الكبسولة. هنتكلم النهاردة عن مريم ومعاناتها مع اضطراب الشخصية الهستيرية. مريم كانت بنت عادية، أو على الأقل الناس كانت شايفينها كده، بنت مجتهدة متفوقة في دراستها، وكمان عندها أصحاب وأهل بيحبوها، وحياتها ماشية زي ما أي حد يتمنى. لكن فجأة بدأت تحس حاجات غريبة بتحصل. في الأول كانت حاجات بسيطة، صداع مش بيروح، إحساس دايم بالإرهاق، دقات قلبها بتزيد فجأة من غير سبب. حد يقول لها انت مضغوطة من الكلية، وحد تاني يقول لها ده نقص فيتامين. بس هي كانت حاسة ان الموضوع اكبر من كده. في يوم وهي ماشية في الشارع راجعة من الجامعة، فجأة الدنيا بقت ضباب والاصوات بعدت، جسمها سقع وايديها بترتعش. حاولت تتحرك لكن رجليها كانت متكتفة مكانها، مش عارفة تتحرك، وحست بخنقة وقلبها كأنه انها بتجري في الشارع. وبعدها بوم، وقعت على الأرض، والناس اتلمت حواليها، حد جاب لها مية وحد تاني بيجري بيتصل بأهلها. ولما وصلوا خدوها على المستشفى بسرعة. الدكاترة عملوا لها تحاليل وأشعة، كل حاجة سليمة، مفيش أي مرض عضوي ولا حتى مشكلة واضحة. في الآخر الدكتور قال لها بنتكم عندها اضطراب هستيري. الكلمة وقعت زي الصاعقة على أهلها. أهلها بصوا لبعض وكأنهم مش مستوعبين يعني إيه أصلا هستيريا. الأيام اللي كانت بعدها كانت أسوأ بكتير. بقت تحس إنها مش قادرة تتحرك، إيديها بعض الأوقات واقفة، وأوقات تانية صوتها كان بيختفي خالص. تحاول تتكلم بس لأ، ولا تعرف تطلع حتى حرف واحد. ولما تتوتر جسمها بينهار فجأة، وتبدأ تعيط من غير أي سبب واضح. كان جسمها بقى يعبر عن اللي جواها بطريقة خاصة. أهلها كانوا مش فاهمين، مرة يتعصبوا عليها ويقولوا قومي بقى انت سليمة مفكيش حاجة، ومرة تانية يقعدوا يبكوا ويعيطوا معاها وهم مش عارفين يعملوا ايه. مريم عرفت ان الموضوع محتاج اخصائي نفسي او دكتور، وبعد زيارات كتير للدكاترة بدأت الحقيقة تظهر. والمشكلة عمرها ما كانت في جسمها، المشكلة كانت جواها. ايوه كانت جواها. لما الدكتور بدأ يحكي معاها كل حاجة طلعت. مريم من وهي صغيرة وهي شايلة مسؤوليات، بتحاول تكون مثالية، البنت اللي مش مسموح لها تغلط، اللي لازم تنجح دايما، واللي حتى لو تعبت لازم تفضل القوية. لكن الحقيقة ان جواها كان فيها خوف، قلق وضغط نفسي رهيب جدا. ولما مشاعرها بقت تقيلة عليها ومش قادرة تتحملها، جسمها قرر يتكلم بدلها. الهستيريا كانت رد فعل نفسي على الكبت والقلق والخوف من الفشل اللي كانت هي فيه. الدكتور قال لها إن أهم حاجة إنها تعرف إن اللي عندها مش دلع ولا تمثيل، لكنه اضطراب نفسي حقيقي، ولازم تتعلم إزاي تواجه مشاعرها بدل ما هي تهرب منها. بدأت العلاج النفسي وتعلمت حاجات كتير، زي إنها إزاي تعبر عن خوفها بدل ما تكبته، وإزاي تقول لأ من غير ما تحس بالذنب، وإزاي تاخد راحتها بدل ما تحرق نفسها عشان ترضي الناس. لكن أهم حاجة خلتها تتحسن كانت دعم أهلها. لما بدأوا يفهموا حالتها وكمان يقفوا جنبها بالطريقة الصح، بقوا يسمعوها بدل ما هم يحكموا عليها بالغلط، وبقوا يساندوها بدل ما هم كانوا بيزعقوا لها أو بيتعاملوا بطريقة مش صح. والأهم فهموا إن المرض النفسي مش عيب، ومش كله بيتحل بيشد حيلك وجدعني واستقوى. بعد شهور طويلة من العلاج مريم بقت أحسن بكتير، قدرت تتحكم في مشاعرها وتوقف جسمها على الانهيار كل ما تتوتر. لأول مرة في حياتها حست إنها حرة. دلوقتي لما حد يسألها عن اللي حصل بتبتسم وتقول أنا ما كنتش بمثل وما كنتش مجنون، أنا كنت محتاجة حد يفهمني. واللي احنا عايزين نستفاده من القصة دي إن الهستيريا مش دلع ومش تمثيل. أحيانا الواحد بيشيل جواه مشاعر كتير جدا لدرجة إن جسمه هو اللي بيبدأ يتكلم عنه. لما تحس إن اللي حواليك بيتغير بدل ما تحكم عليه، حاول تفهمه، لأن الدعم الصح ممكن يكون هو طريق النجاة.